الصعيد المصري معروف بطيبة ناس وهدوء قراه، لكن قرية شمس الدين في بني مزار سنة 2006 شهدت ليلة ما ينفعش تتنسي. ليلة من اللي بتخلي الدم يتجمد في العروق، وصوتها بيعيش معاك حتى لو فات عليها الزمن. في يناير 2006 الدنيا كانت شتاء، البرد شديد والليل أطول من العادي. القرية هادية كأنها نايمة على سرير من سكون، لكن في بيتين جنب بعض الهدوء ده اتكسر تماما لما اكتشف الجيران الصدمة. لما دخلوا البيت الأول لقوا 4 جثث، الأب، الأم، والطفلين الصغيرين. المشهد كان بشع جدا، جثث متشوهة بشكل يخوف والدم مغطي الأرض كأنه بحر صغير. الجثث كان واضح عليها علامات طعنات كتير ورقاب مقطوعة. لما الجيران كملوا البيت اللي جنبه كانت الصدمة أكبر هناك، لقوا 6 ضحايا كمان بنفس الطريقة، أطفال، ستات، ورجالة مقتولين بوحشية وآثار جروح متفرقة. الكل كان في حالة ذهول والصريخ ملا المكان. الشرطة وصلت بسرعة، لكن كل حاجة في البيتين كانت تحير. أول حاجة، البيبان ما كانتش مكسورة، يعني القاتل غالبا كان يعرف الضحايا أو دخل بطريقة هادية. تاني حاجة، الجريمة مش سرقة، كل الفلوس والمجوهرات موجودة في مكانها، مفيش أي حاجة اتسرقت. لكن الأغرب كان التشويه، ودان مقطوعة وأعضاء تناسلية مش موجودة. المشهد كان غريب لدرجة إن الناس بدأت تقول إن الموضوع ده فيه سحر أو طقوس شيطانية. القضية بدأت تشغل مصر كلها، وأهل بني مزار ما بقوش يناموا. كل واحد كان بيقفل بيته كويس بالليل، والرجالة بقوا يباتوا بالسلاح، والإشاعات كانت بتزيد يوم بعد يوم، والناس كانت بتقول إن القاتل مش بني آدم أو إنه يمكن جاي من عالم تاني. بعد شهور من التحقيقات الشرطة أعلنت إنها قبضت على شاب اسمه محمد علي حسن. محمد كان راعي غنم، شاب بسيط عمره 27 سنة، وعليه سوابق بسيطة زي السرقة والشغب. لما الشرطة استجوبته قال إنه عمل الجريمة وهو تحت تأثير مخدر البانجو، وإنه مش فاكر التفاصيل. لكن أهل القرية كانوا متقسمين، جزء منهم كان شايف إن محمد مجرد كبش فدا، وإن الشرطة بتدور على حد يقفل القضية، خصوصا إن الطريقة اللي اتنفذت بيها الجريمة مش بسيطة وبتحتاج تخطيط وشجاعة. في المحكمة محمد علي حسن اتحكم عليه بالإعدام، لكن كل مرة كان بيقول إنه بريء وإنه ما عملش حاجة. الصحافة كانت بتتابع القضية لحظة بلحظة، ورأي العام كان منقسم. هل فعلا محمد هو سفاح بني مزار، ولا في أسرار أكبر محدش يعرفها؟ رغم إن القضية اتقفلت رسمي، لكنها لحد النهاردة لسه واحدة من أكتر الجرائم غموضا في تاريخ مصر. ناس كتير بتقول إن في أطراف تانية ورا الجريمة، لكن الأدلة اختفت أو ما ظهرتش أبدا. يا ترى لو محمد علي حسن بريء، هل القاتل الحقيقي لسه في مكان ما؟ وهل الجرائم دي كانت بدافع الجنون، الانتقام، أو حاجة أبعد من اللي نقدر نتخيله؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.